فيديو مشتريات. هو انا من غير ميك اب عشان المشتريات فيها ميك اب، فهنحطه سوا. ولابسه الهدوم التيكت مش باين الحمد لله، علشان دي الهدوم اللي انا لسه مشترياها. وطلع لي حبايه قذره هنا، حسبي الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو فيديو مشتريات، في لبس وفي ميك اب وفي حاجات للسكين كير وفي هير كير، واشتريت مشتريات شهر 2 يعني، وبرضو دي تعتبر مشتريات شهر 2 وشهر 1 سوا، لان انا ما اشتريتش حاجه تقريبا في شهر 1. فخلونا نبدا عشان الفيديو هيبقى طويل. خلينا اكلمكم عن اللبس الاول، بما اني لابسه حاجه من الحاجات الجديده. اول حاجه اللي انا مشترياه ده اشتريته من والله نسيت فين التيكت. ده كان من ريفن. اشتريته هو وحاجة تانية كمان. اشتريته هو والفيست ده، وهم كانوا عاملين سيل، فبالتالي ده كان ب 200 وحاجه، والفيست كمان كان ب 200 وحاجه، بس مش لاقيه التيكت دلوقتي. جبته عشان فيه الوان فان كتير، فلو لبستوا عليه اي لون بنطلون هيمشي، يعني اورنج، بينك، اي لون من اللي فيه هيمشي، فيه الوان كتير قوي. والبني ده بقى جبته علشان عندي اشتريت توب بيج كده، كنت عايزه اشتري له فيست يكون تقيل شويه، فده من جوه فيه زي بطانه كده. اشتريته لونه بني علشان يمشي على اللون البيج. بما ان البناطيل الكارجو طالعه موضه، فاشتريت واحد، اشتريته هو لونه مش بيج، هو اوف وايت. اشتريته من ميدلي، كان عامل تقريبا ثواني 400 جنيه 395. في منه لون تاني كمان ما جربتوش، بس كان غامق شويه، زي اللون اللي هو الكامل الجملي ده، الغامق شويه. وكمان من ديفاكتو اشتريت سويت شيرت. اشتريت السويت شيرت ده واسع كده شويه، علشان انا بحب الحاجات دي قوي، بتريحني وبلبسها بسرعه كده على اي حاجه. حتى في ديفاكتو عاملين سيل، فانا بيتهيألي ان هو في سيل اليومين دول. ده كان عامل 200 جنيه. والله في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، يعني في مصر الاسعار كويسه. يعني محلات اللبس عامله سيل، لو عايزين تشتروا سيل، لو عايزين تشتروا لبس. اشتريت السكيرت دي، طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الستايل ده قوي، فاشتريت السكيرت دي، كانت عامله 400. بس دي حبيتها قوي في اللبس، وحبيت ان مقاسها كبير، يعني مش صغيره. معظم السكيرت القصيره دي بتبقى صغيره قوي كده، فحبيت ان دي كبيره. اخر حاجه اشتريتها لبس هو جاكيت من إلسي وايكيكي. حبيت ان هو فيه كذا درجه من الاخضر، ده كان ب 500. في درجه اخضر فاتح، ودرجه اخضر غامق، واسود كمان. فبرضه هيتلبس على كذا حاجه. عايزه اشتري له برضه حاجات يعني تكون ماشيه عليه. انا اشتريت 2 فاونديشن جداد. اشتريت بتاع ريميل اللي هو اللاين الجديد ده، شكله جبت درجه فانيلا رقم 160. من الانواع اللي تغطيتها خفيفه، هو ليه لاين كامل، بس انا ما جبتش حاجه من اللاين غير الفاونديشن عشان قلت اجربه. وده انا اشتريته من نون، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وكمان هسيب لكم اكواد الخصم بتاعتي بتاعت نون. انا عندي 5 اكواد خصم في نون، ممكن تستعملوا اي واحد علشان تاخدوا خصم زياده على اي حاجه انتوا بتشتروها من موقع نون. انا كان نفسي قوي اجرب فاونديشن كوشن، فاشتريت ده من براند كوري اسمها ميشا. درجه 23 علشان دي الاغمق، 21 هي الاشهر وهي اللي هتلاقوها اكتر، بس هي فاتحه. متى الكوريين بشرتهم فاتحه، هتلاقوا الفاونديشنات بتاعتهم فاتحه شويه. هو من جوه بصوا شكله كيوت ازاي. بصوا هو بيكون معاه زي سبونج كده، وهو بقى من جوه بيتفتح كده. خلينا نفتحه، مش عارفه الصراحه ازاي افتحه. كيف يفتح؟ ايه ازاي افتحه؟ عامل ايه؟ الورقه داخله جوه. غرابه ايه. بصوا بتفتحوا بقى دي، بتلاقوا الفاونديشن جوه في حاجه زي السبونج كده. كمان دي العلبه دي ليها ريفيل، يعني بصوا في واحده تانية جوه مع العلبه، علشان لو دي خلصت تغيروها. وده كمان انا اشتريته من نون، فهحاول اسيب لكم اللينك بتاعه كمان في الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيب لكم زي ما قلت لكم الاكواد في اول كومنت، وكمان في الديسكريبشن بوكس، وهطلعها لكم كمان. هناخد بقى السبونج دي وهنحطها كده، فهيطلع الفاونديشن هنا، ونجرب بقى نحط زي ما هما بيحطوا كده. هو فاتح عليا وده المتوقع يعني. وكمان الفاونديشن بتاعهم هما بيحطوه تحت العين. لو انتوا مش عارفين، الكوريين بيحبوا جدا يفتحوا بشرتهم يا جماعه، بيفتح قوي بجد. بصوا
والمهم ان هو فعلا منتجاتهم ما بتبانش، يعني انتوا شايفين دلوقتي عشان انتوا عارفين ان ده مش لوني، بس هو فعلا والله باين كانه البشره عادي، يعني باين كانك حاطه كريم. الكوريين عاملين منتجات عشان تفتح البشره، والامريكان عاملين منتجات عشان التان ونغمق، يعني ناخد لون اغمق لبشرتنا. احترامي لجميع الثقافات، شوفوا الناس مختلفه، احترموا الثقافات الاخرى. احب اقول لكم بقى ان هو كفاونديشن هو حلو، بس انا ما بحبش افتح لون بشرتي، فانا هشيله ونجرب الفاونديشن التاني سوا. بس لو حد بشرته فاتحه شويه هيحبه، لان هو كشكله على البشره، شكله على البشره مش وحش وخفيف وتخطيطه لايت كده. ودلوقتي انا شلته، هنجرب التاني بقى بتاع ريميل. ده كمان تخطيطه خفيفه، بس هو ريحته كيكه، ريحته حلوه، ولا دي ريحه الفرشه ولا ايه؟ الحاجه اللي اشتريتها بعد كده هي الماسكارا بتاعه ميبلين سكاي هاي. اشتريتها يا جماعه، نورهان اشتري سكاي هاي، نورهان اشتريتها، وهنفتحها دلوقتي ونجربها لاول مره سوا. انا خايفه اطلع ظلماها فيطلع شكلي وحش قدامكم، وخايفه تطلع وحشه علشان هشتمكم. انا بس حطيت كونسيلر وباودر وعملت حواجبي. يلا بينا بقى نجرب الماسكارا. نرموشي الاول. ده كده كوت واحد، بس حاسه ان هو مش عارفه، حاسه ان هي عادي يعني، بس هجرب دلوقتي اصبر شويه واحط كوت تاني. ده كده الكوت التاني. جماعه الماسكارا عاديه جدا 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 جدا، وبتكتل جدا. انا حاسه ان هي مكتله على رموشي، ما حبيتهاش. انا كنت عارفه ان انا مش هحبها. يا جماعه فلوسي يا جماعه. هضطر احط في العين التانيه عشان يبقوا ماشيين مع بعض. بس انا يا جماعه عارفه ان ميبلين بيعملوا دعايه كويسه للماسكارز بتاعتهم، لان انا جربت منهم كتير قوي وما بيطلعوش زي الاعلان والدعايه اللي بيعملوها عليها. يا جماعه انا اصلا رموشي طويله ومش خفيفه، فده شكل رموشي العادي مع اي ماسكارا ب 100 جنيه ماشي. ما تعتبروش ان هي كده عامله حاجه، يعني في حاجات ارخص منها والنتيجه بتاعتها احسن منها بكتير، بالذات ان انا حاسه ان هي بتكتل. يعني بصوا في الكوت التاني بتكتل جدا الرموش. ودول اخر حاجه في الميك اب جبتها. جبت البرونزر الجديد بتاع بورجوا. انا جبت درجه دارك اللي هي رقم 2 الغامقه، وكمان جبت درجه البلاشر دي من كاتريس رقم 20 اسمها اتس واين اوكلوك. كمان جبت الهايلايتر بتاع ماريلو اللي انا كان عندي منه وانا صغيره التقليد، وجبت الاوريجينال علشان انا بجد كان نفسي فيه جدا. انا بس هنا بجيب براشز علشان احط بيهم. وخلونا اول حاجه نجرب البرونزر. كان سعره بيفول اوت قوي قوي، كان سعره 250 تقريبا، بيفول اوت قوي قوي قوي. انا خايفه بس على البنطلون علشان هو فاتح. يا جماعه لونه تحفه ولمعته تحفه. انا بحب على فكره البرونزر اللي ليه لمعه، ما بحبش المات، بس هو بجد حلو قوي حلو قوي. لا عجبني، مناسب للناس اللي زيي واسمر شويه علشان هو غامق مش فاتح. بس هو مشكلته بصوا ان هو بيفول اوت كتير قوي. فكره هو في درجه افتح، درجه واحد بقى هي افتح من دي للناس اللي بشرتها افتح شويه. دلوقتي هنجرب البلاشر بتاع كاتريس. دي الدرجه بتاعته، بصوا هي الدرجه على بينك موف كده شويه ماشي، مش بيفول اوت قوي. والدرجة حلوة برضو بتاعته، الدرجة بتاعته بينك فيها هنت موف كده، ولا غامقة ولا فاتحة، حلوة الدرجة حلوة قوي. اخر حاجة في الميك اب النهاردة هي الهايلايتر بتاع ماريلو من ذا بالم، وانا بحب الهايلايتر ده جدا. بصوا درجته جميلة ازاي. هجربها دلوقتي على بشرتي. انا فاكرة ان انا كنت بحب التقليد قوي يعني. اوه لا يا جماعة حلو حلو، احلى كمان. الكواليتي بتاعته طبعا اعلى من التقليد يعني. بصوا اللمعه بتاعته، لونه كمان يعني حاسه مناسب لكل الناس، حلو قوي 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 قوي، يستاهل فلوسه يعني. خلوني بس احط اي ليبستيك وارجع بقى اوريكم باقي الحاجات. بما اني كده خلصت الميك اب يلا ننتقل للسكين كير. اول حاجه اشتريت القطن ده اللي هو بيعاد استعماله من AOA. قال دي براند امريكي، لسه ما جربتهمش وما استعملتهمش، هستعملهم بقى واقول لكم رايي فيهم. دول بيتغسلوا يعني مش بتستعملوهم وترموهم، لا بتغسلوهم وتستعملوهم تاني، فدول اوفر من القطن العادي، بالذات ان القطن العادي غالي قوي دلوقتي. ناس كتير شكرت فيها
فيها، فقلت هشتري واحده اجربها واقول لكم رايي فيها. وانا اشتريت دي اللي ليها لون روز شويه، اوردينري اللي هو نايسيناميد، لان انا كان عندي واحد وخلص، فقلت هشتري واحد كمان لانه بصراحه تحفه تحفه تحفه، من احلى الحاجات اللي انا استعملتها. يعني ده انا استعملت واحد قبل كده وخلص، واشتريت واحد تاني عشان استعمله. لا ده معجون سنان عادي اشتريته من الصيدليه وانا بشتري العلاج بتاعي. كمان اشتريت من الصيدليه الفيتامينز دي بتاعه الستات، اسمها ليميتلس، ودي بيقارنوها بالسنترم. مش عارفه السنترم، انا عارفه ان السنترم بيزود الوزن شويه، وانا لما كنت باخده كان وزني فعلا بيزيد، فمش عارفه اذا كان ده برضو هيعمل نفس المفعول ولا لا، فهجربه واقول لكم. انتوا عارفين ان انا يعني باخد فيتامينز كتير، بس ده سعره ارخص بكتير من السنتروم المستورد. اشتريت شويه حاجات من اولايف، واللي ما يعرفش اولايف هو ويب سايت وكمان ابلكيشن على الموبايل، في حاجات سكين كير وهير كير، وفي حاجات مستورده، وكمان على الاغلب بيبقوا عاملين عروض يعني وسيل، فبشتري منه حاجات لما عاوز اشتري حاجات ليها دعوه بالشعر والبشره وكده. وانا كمان عندي كود خصم فيه، فبستعمله لما بشتري حاجه، بيديني 10% خصم زياده عن حتى لو الحاجه اللي انا مشتريها عليها خصم، بيديني 10% زياده. اليورياج الايسنس الجديد، واللي انا جربته مره اهو، حتى تحسوه قالل شويه من فوق، ومش حاسه ان هو ايسنس خالص. يعني لو حد استعمل بتاع كوزريكس هتعرفوا الفرق بينه وبين الايسنس الكوري. هو اصلا الايسنس منتج كوري، ما كانش حد بيستعمله غير الكوريين، ومش بينتجوا غير الشركات الكوريه، وبعدين ابتدت الشركات الاجنبيه كمان يعني تنتجه. مقدرش طبعا احكم عليه، بس هو قوامه اخف كتير من قوام الايسنس العادي اللي هو الكوري اللي بيكون ملزق كده شويه. لا ده قوامه اخف، بس في ناس كتير قوي قوي شكرت فيه وقالت ان هو كويس للبشره، فانا بجربه، وان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنه كامل بقى، يعني عن تجربتي بعد ما استعمل منه شويه. كمان اشتريت الحاجه اللي انتوا طلبتوا مني كمان اشتريها، هو البلسم بتاع هيربل، دي المجموعه الجديده اللي هي بالصبار والبامبو. انا بجربها وكمان هقول لكم رايي فيها ان شاء الله لما اجربها شويه، لاني برضو ما جربتهاش غير مره واحده، وهحاول اسيب لكم كمان اللينكات بتاعت اولايف في الديسكريبشن بوكس. وكمان اشتريت من عندهم الاويل بتاعها بتاع المجموعه دي، بس ما لقيتش في اولايف الشامبو، فاشتريته لوحده. يعني الشامبو كان خلصان في اولايف فاشتريته لوحده، بس برضو لو لقيت لكم اللينك في اولايف لو بقى موجود يعني هحطه لكم تحت في الديسكريبشن. فانا كده اشتريت المجموعه بتاعت هيربل اللي انتوا طلبتوا مني اجربها، هجربها ان شاء الله، ولما اعرف النتيجه بتاعتها هعمل لكم برضو فيديو عنها. باقي الحاجات بقى حاجات متفرقه، احنا كده قلبنا الموضوع سكين كير على هير كير، بس مش مشكله. اشتريت اكيد لاروش بوزي الميه الحراريه، واللي انا عايزه اقول لكم ان انا بقيت ببدلها بالتونر، لاني بقيت حاسه ان الميه الحراريه الطف على بشرتي، لان بشرتي دلوقتي ايه مش في احسن حالتها، لان احنا مش في احسن حالتها، مش في احسن حالتها، لان احنا دلوقتي في الشتاء، وانا بشرتي بتنشف قوي في الشتاء، وزي ما انتم شايفين طلع لي كام حبايه حلوين كده. ف جبت الميه الحراريه عشان بتاعتي قربت تخلص بتاعت افين، فقلت المره دي هجرب بتاعت لاروش بوزي. وكمان من لاروش اشتريت الكريم اللي قالب الدنيا اللي هو اسمه سيكا بلاست. الكريم ده حرفيا انا دورت عليه في صيدليات مصر كلها ولقيته بالعافيه، طبعا بالراحه خلصت الكريم مش من رخصه يعني. المهم ان انا لسه ما جربتوش، هجربه ان شاء الله وهقول لكم رايي فيه، بس يعني واضح ان هو حلو، لان الناس كلها والدكاتره كلها وكل البنات البلوجر والبنات اللي مش بلوجر كل الناس بتشكر فيه، فان شاء الله ايه مش هيجي على بشرتي انا ويزعلها يعني. الحاجه دي اللي انا لقيتها جديده واول مره اجربها، هي من لابيلو، بس ده سكراب من لابيلو، ما فتحتهاش فهفتحها دلوقتي معاكم. بصوا حتى ان هي ليها ملمس كده، وهي من جوه شبه هي من جوه شبه اللابيلو، بس تحسوا ان هي فيها شويه حبيبات كده. حتى ليبستيك دلوقتي مش عارفه اجربها على شفايفي، بس هشوف. هي المفروض مش بتتغسل، يعني المفروض بتحطوها كده على شفايفكم مش بتغسلوها. اسمها ريدوكس
لسه ما جربتوش، هجربه ان شاء الله واقول لكم رايي فيه. بس هو الماركه فيه منها انواع كتير قوي، فانا اخترت النوع ده اللي هو اكتر كريمي مش جل، علشان انا بحب الحاجات الكريمي على بشره جسمي. ان شاء الله كل الحاجات اللي انا وريتها لكم في الفيديو ده فيديو مشتريات مش فيديو رايي في الحاجه، فلسه هجربها كذا مره واقول لكم رايي فيها. قولوا لي ايه اكتر حاجه انتوا انترستد ان انتوا تشوفوا ريفيو عنها، علشان دي تكون اول حاجه اعمل لكم ريفيو عنها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك مهم جدا، بيعرفني ان انتوا حبيتوا الفيديو، بيعرف اليوتيوب كمان ان انتوا حبيتوا الفيديو. كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للشانل من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، اللي هو بقاش احمر بقى اسود، صح ما بقاش احمر. وكمان تفعلوا العلامه بتاعه الجرس. وكمان لو عايزين تنتسبوا للقناه وتدعموني شخصيا تقدروا تنتسبوا من كلمه انتساب او جوين، تلاقوها جنب السبسكرايب. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.